الزمن مش زي ما انت فاكر. يمكن اللحظة اللي بتعيشها دلوقتي حصلت من ملايين السنين، ويمكن لسه ما حصلتش أصلا. أينشتاين قالها من أكتر من قرن: الزمن مش مطلق، الزمن نسبي. ومن يومها العالم اتقلب رأسا على عقب. لكن السؤال الحقيقي مش هو إزاي الزمن بيتغير، السؤال هو: هل نقدر نتحكم فيه؟ وهل ممكن نسافر بين النجوم بسرعة تفوق الضوء نفسه؟ صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في سؤال بسيط جدا بس جواه لغز أكبر من الكون نفسه: هل ممكن الإنسان في يوم من الأيام يسافر بسرعة أسرع من الضوء؟ وهل ده معناه إننا ممكن نروح كوكب يبعد آلاف السنين الضوئية ونرجع قبل ما يبرد فنجان القهوة اللي سبناه على المكتب؟ هو ده الحلم اللي جنن العلماء من أيام أينشتاين، واللي لحد النهاردة لسه بنحاول نفهمه. يلا بينا نبدأ. القصة مش بس عن سرعة ولا مسافة، القصة عن الزمن نفسه وعن الطريقة اللي الكون بيشتغل بيها. كل حاجة حوالينا، من الضوء اللي داخل عينينا لصوتك اللي بيوصل لأذني، محكومة بسرعة واحدة: سرعة الضوء. دي مش مجرد رقم كبير، دي القاعدة اللي الكون كله ماشي بيها. بس السؤال هنا: لو كسرنا القاعدة دي ايه اللي هيحصل؟ في أوائل القرن العشرين ظهر شخص غير مجرى الفيزياء كلها، اسمه ألبرت أينشتاين. الراجل ده ما كانش عالم تقليدي، كان عنده خيال بيمشي بسرعة العلم ويمكن أسرع كمان. أينشتاين قال للعالم كله جملة خلت كل العلماء يقفوا ويتنفسوا ببطء: الزمن نسبي. يعني ايه؟ يعني الزمن مش ثابت زي ما كنا فاكرين. الزمن ممكن يتمد او يتقلص على حسب السرعة اللي بتتحرك بيها، وعلى حسب الجاذبية اللي بتأثر عليك. لو في واحد واقف على الارض وواحد تاني راكب مركبة فضاء بتتحرك بسرعة قريبة من الضوء، كل واحد فيهم هيعيش زمن مختلف عن التاني. اللي في المركبة الزمن عنده هيمشي أبطأ، ولو رجع بعد فترة هيلاقي اللي على الأرض كبر في السن وهو لسه زي ما هو. الموضوع ده اتأكد علميا بتجارب على ساعات ذرية دقيقة جدا. اتثبت ان الزمن فعلا بيتغير مع السرعة. بس ده مش كفاية، أينشتاين فتح باب جديد اسمه الزمكان. الزمان والمكان مش منفصلين، ده نسيج واحد متشابك. اي كتلة او طاقة في الكون بتعمل انحناء في النسيج ده، زي ما تحط كورة تقيلة على قماشة مطاطية، القماشة هتغوص تحتها، وده اللي بنسميه الجاذبية. يعني الكواكب بتمشي حوالين الشمس مش عشان في قوة بتشدها، لكن لأن الشمس عملت انحناء في الزمكان والكواكب ماشية جواه. ومن هنا بدأ العلماء يسألوا نفس السؤال اللي انت اكيد سألته في يوم من الايام: هل ممكن نستخدم الانحناء ده في صالحنا؟ هل ممكن نتني الزمكان نفسه ونمشي من خلاله بدل ما نمشي فوقه؟ وهنا بتيجي الفكرة اللي قلبت الموازين: محرك الاعوجاج. المفهوم ده طلع من عقل فيزيائي مكسيكي اسمه ميغيل الكوبير سنة 1994، اللي قرر انه ياخد معادلات أينشتاين نفسها ويقلبها عليه. قالك بدل ما نحاول نمشي أسرع من الضوء، طب ليه ما نحركش الفضاء نفسه حوالينا؟ الفكرة ببساطة إنك تخلق فقاعة من الزمكان حوالين المركبة. الفقاعة دي تضغط الزمكان قدامك وتفرده وراك، يعني المركبة من جواها مش بتتحرك فعلا، بس الفضاء اللي حواليها هو اللي بيتحرك. زي السورف اللي راكب موجة، الموجة هي اللي بتتحرك مش هو. وبالطريقة دي المركبة ممكن توصل لأي مكان بسرعة خرافية من غير ما تكسر قوانين الفيزياء. بس الفكرة دي ليها تمن. علشان تخلق الانحناء ده محتاج طاقة سالبة، حاجة اسمها المادة الغريبة. مادة ملهاش وجود حقيقي معروف في الطبيعة، لكن ممكن تكون موجودة في بعض الظواهر الكونية زي الثقوب السوداء أو طاقة الفراغ الكمي. المشكلة إن الكمية المطلوبة ضخمة جدا، أكبر من كل الطاقة اللي في مجرتنا مثلا. وده خلى المشروع يفضل مجرد نظرية لحد ما بدأنا نكتشف حاجات غريبة في الفيزياء الكمية. في بعض التجارب العلماء لاحظوا إن الجسيمات الدقيقة ممكن
ممكن تختفي من مكان وتظهر في مكان تاني في لحظات من غير ما تمر بالمسافة بين النقطتين. الظاهرة دي اسمها التشابك الكمي، ودي أول مرة نشوف فيها الكون بيتصرف كأنه فعلا عنده طرق مختصرة، اللي خلى بعض الفيزيائيين يقولوا يمكن الكون نفسه معمول بنظام اختصارات واحنا لسه معرفناش مفاتيحه. في وسط الكلام ده كله العلماء رجعوا يبصوا على حاجة اسمها الثقوب الدودية، وهي ممرات نظرية بتربط بين نقطتين بعيدتين جدا في الزمكان. لو قدرنا نثبت وجودها ونسيطر عليها ممكن نسافر آلاف السنين الضوئية في ثواني. الموضوع بقى مش خيال علمي، بقى احتمال علمي. وفي الوقت اللي فيه العلماء بيحسبوا المعادلات، في مهندسين فعلا بيحاولوا يطبقوا التصميمات. وكالة ناسا كان عندها مشروع تجريبي صغير اسمه إيجل ووركس، بيحاولوا فيه يختبروا فكرة فقاعة الإعوجاج على مستوى صغير جدا. النتائج مش نهائية، بس في إشارات بتقول إن في تفاعل غريب بيحصل فعلا لما نحاول نخلق انحناء دقيق في الفراغ. تفتكر بقى إيه اللي ممكن يحصل لو الفكرة دي نجحت؟ لو في يوم من الأيام قدرنا نتحكم في الزمكان نفسه، هنكون بنعيد تعريف معنى المسافة اللي النهاردة بنعتبره مستحيل. بكرة ممكن يبقى رحلة مدتها ساعتين. مجرة أندروميدا ممكن تبقى زي رحلة من القاهرة لإسكندرية. لكن السؤال الحقيقي مش بس هنقدر، السؤال هل لازم نعمل كده؟ الكون عنده توازن دقيق جدا. أي تدخل في الزمكان ممكن يخلق آثار مش متوقعة، لأن الزمكان مش مجرد طريق، ده النسيج اللي كل حاجة مبنية عليه. لو لعبنا فيه ممكن نفتح أبواب مش عارفين نقفلها. لكن الإنسان عمره ما وقف قدام المجهول، دايما بيدور على الخطوة الجاية حتى لو كانت جوه ثقب أسود. ومن زاوية تانية، محرك الاعوجاج مش بس فكرة للسفر، هو انعكاس لحلم الإنسان نفسه. من أول يوم شاف فيه السماء وهو بيسأل إيه اللي وراها، والسؤال ده هو اللي خلانا نطير ونسافر ونكتشف ونتحدى. يمكن بعد مئات السنين لما حد يركب مركبة وورب حقيقية يفتكر العلماء اللي زرعوا البذرة دي من قرن كامل. كل ثانية في الكون فيها لغز، وكل لغز محتاج زاوية مختلفة علشان نفهمه. الزمن، الضوء، الجاذبية، كلهم خيوط في نسيج كبير واحنا لسه في أول عقدة منه. بس يمكن لما نفهم أكتر عن الزمكان نفهم كمان احنا فين وازاي وجدنا وليه كل ده بيحصل. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. قولولي في الكومنتات لو في يوم من الأيام قدر الإنسان فعلا يسافر بسرعة أسرع من الضوء، تحبوا تروحوا فين أول مكان؟ وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسيبولي رأيكم أو سؤالكم في الكومنت، يمكن تكون الزاوية الجاية من فكرتكم انتم. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.